والله الواحد بقى يصحى كل يوم على بورصة جديد. يعني الواحد ما بقاش عارف هيلاحقها من انهي بلاعة ولا يسد انهي بلاعة، مش عارف. بس طبعا زي احنا وراهم بالشبشب للنهاية اما نشوف اخرتها معاهم ايه. بص يا عم، بص مش حرام ترحيل 40 مصري من ليبيا؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه هناكل منين؟ ده احنا فقراء قوي، ده جدا. احنا فقراء جدا، بتقلعونا ليه يا ليبيا يا حبيبي؟ يا ضناي مالك كده قد ما تسترجل؟ يالا كده مالك بتعيط ليه؟ المرة الجاية بحط لك جل. بتعملوا فينا كده ليه؟ احنا جعانين، بتقلعونا ليه؟ 40 40 واحد بتقلعونا ليه؟ بتطردونا. قلعونا هي كلمة تانية، هو قلعوهم وطردوهم. بص يا دي يا معزة، ما اقول لك يالا، على الاقل خالص دي رجالة كانت رايحة تشوف اكل عيشها. تمام، و40 مش 40 مليون، 40 واحد مش 40 مليون مشتتين في الارض في كل مكان شويه. وتاني حاجه، على الاقل ما راحوش سابوا حريمهم واهل بيتهم يتقلعوا. وبعد ما يتقلعوا بقى مش يسيبوهم. انت اللي عارف بقى هو حصل فيهم ايه. لو انت عندك الجرأة روح شوف اهل بيتك بيتعمل فيهم ايه وحريم بلدك بيتعمل فيهم ايه، مع احترامي للشعب السوري المحترم. يعني انا بكررها مرة واثنين وثلاث، مع احترامي للشعب السوري المحترم. ولكن الواد ابن الحيحانة اللي ده واللي على اللي زيه كده، يعني نفس العينة بتاعت امه، ملوش عندنا الا الشبشب. روح شوف اهل بيتك بيتعمل فيهم ايه وبعدين يبقى تعالى اتكلم. ده انا حزين جدا. جدا، مش جدا، ده انا حزين قوي قوي. خمسة قوي. بتطردونا ليه وبتقلعونا كمان؟ لا، احنا جعانين، هناكل منين؟ هناكل في الخيم من خير الدول اللي احنا بقينا لاجئين عندهم. واخد بالك انت؟ الدول اللي بقينا لاجئين عندهم في كل دولة شوية. في الدولة اللي انت نفسك لاجئ عندها. انت مش قاعد في المانيا، لاجئ في المانيا، وعمال تاكل من خيرهم هناك عشان انت اصلا ما انتش راجل وما انتش مؤهل تنزل بلدكو. ما انتش مؤهل تحمي حريم بلدكو. عرفت هناكل ونشرب منين؟ انا معاك للنهايه لحد ما اخليك تقلع لا مؤاخذه بنطلونك وتمشي تبين طيبه قلبك للناس عندك هناك في المانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد بيتطاول على الجيش السعودي من يومين بيقول يعني كلام مش كويس من الجيش السعودي مش ما بيبيعوش طماطم وسردين. الله يفضحكم. وكوسة كوسة. بص يا عجل الزرايب، انت ما هو انت اخرك تسميتك كده وشكلك وهيئتك شبه عجل الزرايب بالظبط. يعني شوف الزريبه عندنا لا مؤاخذه بنحط فيها ثلاث اربع بهايم، هو انت واحد من البهايم اللي هي بتبقى محطوطه جوه دي. انا اولا ضد ان اي حد يتنمر على جيش بتاع دوله عربيه ومسلمه. تمام، ولكن الاشكال بنت الاحبه اللي زي حالتك كده لازم نديها على دماغ ابوها بالجزمه. عشان اللي هنا ده انت عندك ده مش مخ، ده عندك هنا متشال ومحطوط فردة جزمه جوه. عشان كلب زي حالتك كده يتكلم على الجيش المصري. انت عارف لو واحد من الشباب المصريه اللي هم عندك في السعوديه دول لو قابلك في الشارع وانت بتتكلم على الجيش المصري، قسما برب العزه لا يخليك تقول ان انت مره وانت واقف قدامه. وطبعا من غير ما انت تقول احنا عارفين طبعا يا مساعد ان انت مره. يعني كملي بس يا مساعد. السلام عليكم. الحين دلوقتي مع مين انتوا يا فوزيين؟ مع عمك الست الطاهره الشريفه العفيفه. ها، خلاص احنا بقى اتصالحنا بقى. احنا اخوات شقق، نتخاصم نتضارب نتعارك، او اخر اليوم بناكل في طبق واحد. دمنا واحد، دمنا واحد. احنا البعض، احنا البعض. دمنا واحد. السعودي اماراتي والاماراتي كويتي والكويتي سعودي والسعودي قطري والقطري اماراتي. احنا لبعضنا، احنا لبعضنا. ما نحبش اي حد يخش بيننا. طيب دلوقتي يا حلو، انت هتلعبها مع مين؟ فاضي هسيب الست الوالده والعبها مع ام سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فوزية؟ لحيته وتوتتك ليه؟ بتسلم على
امبارح بتفرج كده، قبل امبارح بتفرج كده حلقه جت في التلفزيون بيناقشوا فيها ايه، موضوع ايه، الكلاب. ما الكلاب بقى زادت، العدد القليل بيقول لك يعني ايه، من 14 مليون كلب الى 40 مليون كلب 40 مليون كلب وكلبه اسمها ام سعيد. في الشوارع والعياذ بالله. الله يعينهم، الله يعينهم يا اولاد. المهم المذيع استضاف سيده واثنين متخصصين في اطباء بيطريين. هو حد لعب في اساسك وانت صغير ولا ايه؟ ما تركز كده وانت بتتكلم، اسمهم 2 اطباء بيطريين. مالك؟ اعمل لك انا سوفت وير جديد وانزله لك؟ قامت المذيعه قالت كلمه والله ما مرت عليا. قالت عضتني قطه. عضتني ايه؟ قطه. ورحت وزاره الصحه اعطوني المصل بتاع السعار وسجلوه عضة كلب. قلت لهم لا، ازاي عضة كلب؟ دي عضة قطة. اولا القطط ما بتعضش، القطط تخرمش. هو انت ما تعرفيش يا ام سعيد، القطط عندنا بتقلب كلاب لما بتشوف خرفان زي حالاتك كده، بتجيبهم من طيبة قلبهم. طبعا دي حاجه هي مش موجوده عندكم، يعني اصل انتوا كده كده عندكم الاشكال اللي زيك كده كلهم خرفان وقطط. طبعا الكلاب عندكم هم الحريم اللي بيمشوكوا، صح؟ حافظي على شويه كرامه من اللي باقيين عندك لو هم لسه باقيين يا ام سعيد، بدل ما ندوس عليهم بالجزم اكتر ما احنا بندوس عليهم. تمام؟ انا معاك للنهايه يا خروف، هجيب اخركم يا ولاد 60 تيت وهنشوف يا احنا يا انتوا في النهايه.